السلام عليكم. في أواخر الحرب العالمية الثانية سنة 1945 لما قصفت هيروشيما وناجازاكي بالقنابل النووية، الناس اللي نجت من الانفجار ما كانتش بتعاني بس من إصابات جسدية. للأسف كان الأثر الأعمق هو الأثر النفسي. كتير من الأشخاص اللي نجوا من القصف النووي بقوا بيعانوا من كوابيس، خوف مستمر وتوتر شديد كل ما يسمعوا صوت عالي، مع إن الحرب خلصت من زمان. الدكتور بيسل فاندر كولك خبير الصدمات النفسية لما درس الحالات دي اكتشف إن الصدمات مش بتأثر على العقل بس، ده جسمك كمان بيتذكر كل حاجة. في كتاب جسمك يتذكر كل شيء، بيسل فاندر كولك بيشرح إزاي الصدمات النفسية بتسيب أثر في جسمك وإزاي تقدر تتعافى منها بخطوات عملية عشان تقدر تعيش حياتك بسلام. يلا بينا نبدأ. الفكرة الأساسية: الصدمات بتعيش في جسمك. بيسل فاندر كولك بيقول إن الصدمات النفسية زي الإساءة في الطفولة، الحوادث أو حتى الحروب بتسيب أثر مش بس في دماغك لكن في جسمك كله. يعني جسمك بيتذكر كل حاجة حتى لو انت نسيتها. مثلا كان في ست عندها 30 سنة وكانت دايما بتحس بتوتر شديد لما تسمع صوت زعيق، وكانت بتعيط من غير سبب واضح. لما راحت لدكتور نفسي اكتشفت انها كانت بتتعرض للعنف من ابوها وهي صغيرة، ومع انها نسيت المواقف دي جسمها كان لسه بيتذكرها، وكان بيظهر الخوف ده في شكل توتر ونوبات بكاء. ازاي الصدمة بتأثر على جسمك ودماغك؟ فاندر كولك بيشرح ان الصدمة بتغير طريقة عمل دماغك وجسمك. بالنسبة للدماغ، الصدمة بتأثر على منطقة الأميجدالا، اللوزة الدماغية، ودي المسؤولة عن الخوف. يعني لما تتعرض لصدمة دماغك بتبقى في حالة تأهب دايم وبتحس بالخوف حتى لو مفيش خطر حقيقي. بالنسبة للجسم، الصدمة بتخلي جسمك يفرز هرمونات زي هرمون التوتر الكورتيزول بكميات كبيرة، وده بيخليك دايما متوتر أو مرهق. مثلا شاب كان عنده 35 سنة وكان بيعاني من ألم مزمن في ظهره من غير سبب طبي واضح، وفي مرة طبيب نصحه يزور طبيب نفسي. طبعا الشاب استغرب جدا وراح لأنه جرب يروح لدكاترة كتير فما جاتش على ده. يعني لما بدأ يروح لدكتور نفسي اكتشف إنه كان بيتعرض للتنمر في المدرسة، وكان دايما بيحس إنه خايف وبيكون واقف جسمه مشدود من التوتر. بعد فترة من التنمر والخوف التوتر ده استقر في جسمه في شكل ألم مزمن. طرق العلاج: إزاي تتعافى من الصدمة؟ فاندر كولك بيقدم طرق علاج مختلفة عشان تتعافى من الصدمة. العلاج بالحركة زي اليوجا بتساعدك ترجع تتحكم في جسمك وتحس بالأمان. مثلا المغنية العالمية ليدي جاجا اتكلمت بصراحة عن معاناتها مع اضطراب ما بعد الصدمة PTSD بعد اعتداء جسدي اتعرضت له في سن المراهقة. في مقابلة ليدي جاجا مع أوبرا وينفري في برنامج 60 Minutes ذكرت إن اليوجا ساعدتها كتير في استعادة التوازن النفسي والجسدي، وقالت إن اليوجا ساعدتها تركز على التنفس وتحسن إحساسها بجسمها، وده خفف من نوبات القلق والتوتر اللي كانت بتعاني منه. اليوجا بالنسبة لها كانت وسيلة للتواصل مع نفسها بطريقة آمنة وساعدتها تحس إنها موجودة في اللحظة. العلاج السلوكي EMDR ده علاج بيستخدم حركة العين علشان يساعد دماغك تعيد معالجة الذكريات المؤلمة. مثلا الأمير هاري شارك تجربته مع العلاج بحركة العين EMDR في سلسلة وثائقية مع أوبرا وينفري بعنوان The Me You Can See سنة 2021. يتكلم عن ازاي الصدمة النفسية من فقدان والدته الأميرة ديانا وهو صغير بالإضافة لضغوط الحياة الملكية أثرت عليه وتسببت في قلق وPTSD. وقال إن EMDR ساعده يعالج الذكريات المؤلمة عن طريق إنه يركز على الذكرى بينما بيتابع حركات معينة، وده خفف من تأثير الذكريات دي على مشاعره. حتى إنه وافق يصور جلسة EMDR على الكاميرا علشان يشجع الناس إنها تطلب المساعدة. التواصل مع الجسم: فاندر كولك بيقولك لازم تحس بجسمك تاني. مثال: أوبرا الإعلامية الشهيرة اتكلمت كتير عن رحلتها مع الصدمات النفسية من طفولتها زي الإساءة الجسدية والنفسية. هي مش بس بتستخدم اليوجا لكنها كمان بتعتمد على تمارين اليقظة المايندفولنس
وفي برامجها مع دكتور بروس بيري بتتكلم عن أهمية الإحساس بالجسم والتنفس الواعي عشان تتعافى من الصدمات. مثال تاني، الكاتبة الصحفية جيمي لوي شاركت تجربتها مع الصدمة النفسية بعد تعرضها لاعتداء جسدي وهي في سن 13. اتكلمت عن استخدامها العلاج المعرفي CBT اللي بيشمل عناصر من التواصل مع الجسم، وقالت إن التركيز على إحساسها الجسدي أثناء العلاج ساعدها تعيد صياغة الذكريات المؤلمة وتحس إنها أقوى وأكثر تحكم في حياتها. النقد: تجاهل الصدمة بيدمر حياتك. فاندر كولك بينتقد إننا بنتجاهل الصدمات وبنقول ده حصل من زمان وخلص. كتير مننا بيحاول يهرب من المشاعر المؤلمة، لكن ده بيخلي الصدمة تتحكم في حياتك أكتر. وزي ما اتكلمنا في كتاب زي فن اللامبالاة، لازم تواجه مشاعرك بدل ما تهرب منها. نصايح عملية علشان تتعافى من الصدمة. فاندر كولك بيديك خطوات بسيطة زي: واجه مشاعرك، بلاش تهرب من الذكريات المؤلمة وحاول تتكلم عنها مع حد تثق فيه. جرب اليوجا أو التنفس العميق، الحركة بتساعد جسمك يحس بالأمان. اطلب مساعدة، روح لمعالج نفسي وجرب علاجات زي EMDR. كون علاقات داعمة، اتكلم مع أصحابك أو أهلك، الدعم الاجتماعي مهم جدا. اعتني بجسمك، اهتم بأكلك ونومك علشان جسمك يقدر يتعافى. الفكرة النهائية: جسمك بيتذكر كل شيء حتى لو دماغك نسيت. تجاهل الصدمة بيخليك تعيش في توتر وألم من غير ما تفهم ليه، لكن لو واجهت الصدمة بخطوات زي اليوجا، العلاج النفسي والتواصل مع جسمك، هتقدر تتعافى وترجع تعيش حياتك بسلام. قول لنا رأيك في الكومنتات، هل عندك ذكرى مؤلمة بتأثر عليك لحد دلوقتي؟ ويا ترى خرجت من التجربة دي ازاي؟ وإيه أكتر نصيحة هتجربها أو هتنصح بيها حد؟ وما تنساش ترشح الكتاب ده لأصحابك علشان الفايدة تعم. وطبعا لو عجبك الملخص ده ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، وخليك معانا للآخر علشان ننصحك بكتب تانية زي الكتاب ده. كان معاكم محمد إيراني.